السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهاردة زي ما انتم شايفين عملت وصفة كده حلوة جدا. عملت الإكلير، عملته بشكلين كده زي ما انتم شايفين. عملته المستطيل كده زي بتاع المحلات بالظبط. الطعم يا جماعة كان روعة من الجمال. لو عجبتكم وصفتي النهاردة وأول مرة تشوفوني، أنا اسمي منى ودي قناتي. اشتركوا في القناة وفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم إشعار بكل وصفة جديدة بنزلها على القناة. بصوا كده هفتح لكم واحدة من الإكلير الصغنن ده. عملت كده على شكل كويرات كده. شكله كان تحفة وطعمه كان تحفتين. بصوا بقى، وحشيته كده بحشوة الكاستر. بصوا، حاجة كده قمر قمر قمر، حاجة كده هتبهرك بجد. لو حضرتيها الوصفة دي وسجلتيها لرمضان هتدعيلي. يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت هنا علبة كده من بلح الشام الجاهز. تمام، دي من ماي شيف من ماي واي. حطيت هنا كوباية من المية ونص كوباية من الزيت. تمام، وهحطهم على النار. وحضرت معايا هنا 3 بيضات. تمام، بس اهم حاجة البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونش طالع من التلاجة. تمام، وهقول لكم ليه. هنا بفتح معاكم العلبة زي ما انتوا شايفين كده. بصي، دي محتويات العلبة كلها، هو الكيس ده. وخلاص على كده. تمام، بصوا فتحت الكيس معاكم اهو عشان تشوفوا الكيس ده بقى. بصوا، اول ما فتحت الكيس كده الريحة طالعة بقى يا جماعة تحفة من الجمال. الريحة بتاعته طالعة تجنن كده من الجمال. ريحة الفانيليا بقى ومكسبات الطعم اللي هم حاطينها فيها حاجة كده روعة. بصوا، اول ما غليت المية بالزيت بحط الكيس بتاع بلح الشام دفعة واحدة. تمام، بفضل اقلب فيه كده لحد ما الدقيق ده كده يختفي زي ما انتوا شايفين. بصوا، بفضل اقلب في الحله، ما بخليش حبيبات دقيق باينه خالص. دقيق اول حاجه كده لسلامه الوصفه ووصفتك يعني تبقى ناجحه. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. بفضل اقلب فيها كده لحد ما تبرد في ايديا. طبعا عارفين الجو برده ما بتاخدش وقت خالص. هاجي هنا بالبيض. بنتي كانت بتساعدني عشان كانت مستعجله على الوصفه، عارفاها تطلع زي القمر. بقلب هنا بالمضرب زي ما انتوا شايفين كده. بنزل بالبيض بيضة بيضة. اول لما تختفي البيضاية كده زي ما انتوا شايفين بنزل باللي وراها. هشيل المضرب هنا عشان التمام كان الدنيا الجو برد والعجينة كانت بتمسك كده فيه. تمام، وهشتغل بالمعلقة. خلاص كده. شايفين زي ما انتوا شايفين كده العجينة بتبقى تقيلة بس في الاول، وبعد كده كل ما بننزل بيضة على التانية تمام العجينة بتخف في ايديا وبتبقى طرية. خلاص، بصوا بقى بقلبها كده. كده البيضة التانية اختفت، بنزل بالبيضة التالتة من غير إضافة أي حاجة. هو بس الكيس ده فيه كل المكونات، أنا بضيف بس البيض والزيت والمية. حاجة كده تحفة تحفة تحفة. جربوها يا جماعة، هتشرفك بجد. لو عملتيها وضيوفك قاعدين كده على السريع هتشرفك بجد. عندي هنا القمع بقى بتاع التزيين ده. حطيت فيه الشكل ده اللي بيعمل بلح الشام. كأني هعمل بلح شام بالظبط، بس بدل ما اقليه في الزيت واحط سكر كتير وزيت كتير كمان. ده الوصفة بتاعت النهاردة بقى حلوة جدا. يعني الاكلير يعني غناني خالص عن الزيت والقلي. لو انتي مش عايزة تقلي يعني هتعملي الوصفة دي احسن من القلي. تمام، خلاص كده هحضر الصاج بتاعه. دهنته دهنة بسيطة خالص من الزيت. تمام، وهنزل بقى بالبلح الشام بتاعي او الاكلير. بصوا، اعملي الطول المناسب اللي انت تحبيه. انا عملته صغير وسط كده شوية عشان الاطفال. تمام، ويعرفوا يمسكوه في ايديهم. زي ما انتوا شايفين كده بشكل بالشكل ده. عايزة تطوليها مفيش مشكلة، عايزة تخليها الحجم ده كان حلو قوي. بصوا بقى، يعني حاجة كده تحفة من الجمال. اداني كمية كبيرة حلوة قوي، على عكس ما بتشتريه من بره سعره غالي جدا ونفس الطعم. مش بيفرق اي حاجة عن بتاع بره. زي ما انتوا شايفين كده. بصوا، خلاص كده بسخن الفرن بتاعتي على درجة حرارة 180 كأني بعمل كيك بالظبط. يا سلام لو الفرن بتاعتك شغالة فوق وتحت هيبقى حلو معاكي جدا. لكن لو الفرن بتاعتك مش شغالة فوق وتحت، شغال الفرن بس من تحت الأول. تمام، وأول لما يبتدي يصفر كده وياخد لون بشغل عليه شواية. بصوا بقى الحبة اللي فاضلين دول الشكل ده بقى كان طعمه تحفة تحفة تحفة.
كان حلو جدا جدا جدا. بصوا هنا دخلته الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط. أول لما خد بس لون زي ما انتوا شايفين كده بشغل عليه الشواية على طول. تمام كده. هنا بقى هحضر المهلبية اللي هعملها وهحشيها في النص اللي هو الكاستر. هحط كوبايتين من لبن الحليب، تمام، عليهم 3 معالق من الكاستر او 4 معالق، تمام، على حسب ما انت عايزه سمكه حلو قد ايه. تمام، لو عايزاه تقيل حطي 4 معالق، لو عايزاه حلو وسط كده زي ما احنا كنا عاملينه كان حلو جدا 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 3 معالق كاستر على الكوبايتين اللبن، تمام، وكيس من الفانيليا. بديهم تقليبه بس كده على البارد قبل ما احطهم على النار، تمام، عشان ما يتمسكش معايا بسرعه ويكلكع ويعمل لي ايه كلاكيع كده، مش هيبقى حلو، عشان ينزل معايا كمان في الكيس الحلواني. بقلبه كده وبعد كده برفعه على النار. وصفة النهاردة كانت حلوة جدا جدا وتنفع كمان لرمضان. كده خلاص بعد ما استوى. بصوا القوام ده كمان بسيبه لما بيبرد عقبال لما بلح الشام يستوي في الفرن او الاكلير، تمام، بيبرد كده. بصوا القوام ده حلو جدا، واول ما بيبرد كمان قوامه بيتقل سيكه. خلاص كده. كده خلاص الاكلير طلع من الفرن. شايفين الجمال والحلاوه؟ شايفين بقى منفوخ ازاي؟ كان تحفه يا جماعه من الجمال. جربوه، كان تحفه تحفه تحفه. بصوا التسويه بتاعته فوق وتحت، هو بيطلع بس الوش بتاعه طبيعي كده ناشف، بس من جوه بيبقى منفوخ. هفتح لكم واحده كده، انا نسيت افتح لكم من اللي هو الشكل ده. هفتح لكم واحده من الشكل ده. شايفين بقى ده؟ شايفين النفش ازاي كده وبقى قمر؟ حجمه بيزيد قوي في الفرن يا جماعه. عندي هنا بقى الشكل ده من شكل التزيين، تمام، عشان هحقن بيه ال الاكلير، تمام. مش هفتح الاكلير واحشيه، ممكن تفتحيه وتحشيه عادي. انا بفتحه كده، فتحته بالسكينه من هنا ومن هنا من الجنبين، تمام، وبحط فيه كده المهلبيه اللي عملتها او الكاستر او القشطه الكدابه زي ما عايزه تسميها سميها. بصوا التانية دي بقى بحقنها كده من تحت ما بتبانش خالص. بصوا بقى فتحت لكم واحده، شايفين فاضي من جوه ازاي؟ شايفين قابب كده وكان تحفه. بحشيه كده برضو بالكاستر واقفله، تحفه تحفه تحفه. على القنوات الاجنبيه بيعملوه كده بالظبط، بس بيرشوا عليه سكر كده وخلاص. احنا النهارده عملنا له حشوه الشوكولاته، كان زي الجاهز بالظبط، وكان احسن من بتاع الافران، واقتصادي جدا جدا جدا. وبصوا عطاني كميه، يعني الكيس بتاع العلبه بتاعت بلح الشام، تمام، مش تشتريها جاهزه هتديكي كميه حلوه قوي. وممكن برضو هبقى اعمله معاكم على القناه اللي هو البيتي بقى، اللي هو اللي احنا بنعمله كله من الاول للاخر. بس نزلت فيه سيحت الشوكولاته كده حوالي 150 جرام على حمام مائي، تمام، وحطيت لها بس شويه زيت، نقطتين زيت كده، جرشت شويه من السوداني بقى، تمام، وحطيتهم على الوش كده. ده برضو زود الطعم وحلاه وده في حته تانية. لو مش عايزه السوداني براحتك خالص، مفيش مشكله، بس كان طعمه تحفه تحفه تحفه. هيعجبكم جدا 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 بطريقه السوداني دي يا جماعه. جربوه، وما تنسوش لو عجبتكم الوصفة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم إشعار بكل وصفة جديدة بنزلها على القناة. لو عايزة تعرفي فين تشتركي ازاي، دوسي على الفيديو، هتنزلي تحت الفيديو هتلاقي كلمة اشتراك، دوسي عليها هيطلع لك جرس. فعلي الجرس على الكل عشان ينزلك أي وصفة بنزلها على القناة. الجرس أبو جناحين. شايفين بقى كان طعمها، يعني هي خلصت في وقتها، يعني حتى ما قعدتش ساعتين 3.